مساء الخير. في أحد الليالي البائسة هف عليك ترجع لأيام الزمن الجميل، فقمت لقيت آلة زمن ترجع بيها للألفينات، ورجعت فعلا بالزمن وقررت إنك تحجز تذكرة بورتوريكو، وقمت مسافر على هناك. كل حاجة كانت زي الفل ومفيش أي مشكلة، لحد ما إدارة مكافحة المخدرات طلعت فجأة وقالت يا جماعة إحنا اكتشفنا مخدر جديد الناس بدأت تاخده. بعد شوية الموضوع بدأ ينتشر أكتر وأكتر. إيه الحكاية؟ فأنت قلت لنفسك وعلى إيه الهم، أنا مش أحسن، ورحت طالع على فيلادلفيا. وهنا كانت الصدمة لما لقيت إن في كل شبر من شوارعها تقريبا بتلاقي إبرة على الأرض، والناس بقوا بيتصرفوا بطريقة غريبة قوي. الناس بقت زومبي مرميين في الشوارع، مش قادرين يقفوا مستقيمين وما عندهمش أي وعي بالدنيا. أجسامهم كلها مليانة بالجروح البشعة والقرح اللي منها وصل للعظم. مش بس كده، الناس التانية عمالة تصور في الزومبي دول طول الوقت. دول بيجوا مخصوص عشان يشوفوا المناظر دي. هوبا جريت جبت بندقيتك ولبست القناع اللي بيحمي من التلوث وشغلت مزيكا ذا ووكينج ديد في الخلفيه. ما انت متحمس بقى اخيرا هتواجه زومبي زي في الافلام وتلعب دور البطل. بس طبعا انت عارف ايه مشاهد، انا فيديوهاتي ما تحلاش الا لما اخرب امالك واقول لك مفيش اي داعي لكل الكلام ده. دي مش نهايه العالم، ولا دول زومبي، ولا في فضائيين حدفوا علينا صفيحه غاز اخضر سام حول الناس لوحوش، ولا انت للاسف هتلعب دور البطل اللي هينتقم من الدكتور الشرير اللي معاه العلاج بس مكسل يديه للزومبي. دول شويه ناس عامله دماغ مش اكتر. بس برضو ايه الدماغ اللي تعمل في الواحد كده؟ فقررت انك ترجع مصر، لان مصر ام الدنيا، وتفهم ايه اللي بيحصل. بعد بحث طويل اكتشفت ان الناس دي بتتعاطى مخدر الزيلازين او ترانك، عبارة عن مهدئ ومسكن للآلام بيطري مفعوله قوي، معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بيستخدم على الكلاب، الحصنة وشوية حيوانات. المهم من حوالي 50 سنة كده وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على ترانك على إنه مسكن بيتصرف بوصفة طبية بيطرية. فالمفروض إن الكل عارف إن المخدر ده بتاع الحيوانات فكان زيه زي أي دواء تاني بيتباع في الصيدليات من غير رقابة قوية عليه. قامت الناس عملت إيه؟ قالوا لك حلو قوي، هات لنا عم ترانك ده نجربه ونخلطه في الاستخبص مع المواد الافيونات التانية زي الهيروين والفنتانيل والكوكايين، بما انه رخيص يعني عشان مفعولهم يدوم وقت اطول. بس دي كانت اسوأ غلطة، لان ترانك غير معتمد استخدامه للبشر، وبسببه ارتفعت نسبة الوفيات من 102 ل 3470 شخص في 3 سنين بس، من 2018 ل 2021. وكشفت دراسة ان مخزون الزلازين موجود في 36 ولاية، اللي منهم نيويورك اللي لقوا فيها 25% من عينات المخدرات فيها زلازين. وللأسف ناس كتيرة من اللي بيتعاطوا ما كانوش عارفين ان المواد اللي بيتعاطوها مخلوطة بالزلازين، فوقعوا ضحايا ليه اكتر ما هم واقعين. زي السيدة مكان اللي عندها 39 سنة في ولاية فيلادلفيا، كانت بتتعاطى مواد افيونية وفجأة بدأ يظهر عليها اعراض غريبة جدا زي الجروح العميقة في الايد والرجل، وده كان بسبب الزلازين اللي هي ما كانتش تعرف ان تحط في المواد دي. ترانك ببساطة بيبطئ التنفس وضربات القلب وضغط الدم ونشاط الدماغ لمستويات خطيرة جدا، وده غير انه بيرخي العضلات تماما. يعني هو بيعمل تخدير عميق للجسم لكن مش كامل، عشان كده اللي بياخدوه بيبانوا بطاء كأنهم متجمدين في مكانهم وفاقدين الاتصال بالواقع. وده غير حالة التعفن الجسدي البطيء اللي بتظهر بعد اول كام جرعة منه، عشان كده بنطلق عليه اسم مخدر الزومبي. والاسوأ ان بعد ما المتعاطي يفوق بيكون هيموت وياخد جرعة كمان. تقول لي عادي ما كل المخدرات كده، هقول لك لا، عشان الزلازين اصلا مش مادة افيونية، ودي مصيبة. عشان مهما الدكاترة يحاولوا يستخدموا العلاجات التقليدية لعكس اثار جرعة الافيون الزايدة مش هتجيب نتيجة. مش بس الزلازين، في مئات المواد المخدرة التانية اللي بعض الناس بتتعاطاها. لكن عشان ما تتلخبطش ان الموضوع بيلخبط، خلينا نرتبهم على حسب التصنيف. في 3 طرق نقدر ان احنا نصنف بيهم المواد المخدرة. اول طريقة على حسب التأثير على الجهاز العصبي، ده بيعتمد على ازاي المخدر ده بيأثر على نشاط الدماغ والجسم، وبتطلع منه 6 فروع المخدرات. المنبهات، دي المخدرات اللي بتفوق بتزود ضربات القلب وتعلي النشاط زي الكوكايين والأنفيتامينات. والمثبطات اللي بتبطئ وظائف الجسم والدماغ ترخيهم خالص زي الكحول والمهدئات. والأفيونات مسكنات قوية بتزود الشعور بالنشوة زي الهيروين والمورفين. والمهلوسات باينة من اسمها أظن بتنقل المتعاطي لعالم تاني وتخليه يشوف ويسمع حاجات مش موجودة زي ال LSD. والحشيش برضو بيهلوس وبيدي شعور بالراحة. وأخيرا المستنشقات اللي هي المواد اللي لما بتستنشق بتجيب مفعول. تاني تصنيف على حسب المصدر، يعني اقولك المخدر ده جه منين، من نبات زي مثلا الحشيش، او فطر زي الفطر السحري او الماجيك ماشرومز، عبارة عن نوع من الفطريات بيحتوي على مركب السيلوسيبين والسيلوسين اللي بيأثروا نفسيا واللي بيسببوا هلوسة وتغيرات في الإدراك.
أو DMT، مركب مخدر مهلوس قوي موجود في بعض النباتات والحيوانات، وموجود كمان بس بكميات ضئيلة قوي في الإنسان. بيفرز من غدة اسمها الغدة الصنوبرية، بيفرز أثناء النوم العميق ولحظات الاحتضار والولادة، ولا من مواد ليها أصل طبيعي بس اتعالجت كيميائيا عشان قوتها تزيد، زي الهيروين من الأفيون أو LSD، ثنائي أميض حمض الليسرجيك اللي بيهلوس وبيستخلص من فطر القرغوط، واللي هي أصلا صناعية من الأساس، زي الشابو أو الآيس، المنبه اللي بينقل الإشارات بسرعة عالية جدا بين الدماغ والجسم. وبعدين على حسب التصنيف القانوني، وهي عبارة عن جداول بيكونوا 5 غالبا، كل جدول بيصنف المخدر على حسب خطورته واحتمالية إدمانه واستخداماته الطبية. طبعا ده بيختلف من كل دولة للتانية، وبتتحدد العقوبة الجنائية على أساسها. وفي طبعا تصنيفات تانية زي مثلا على حسب اللون وعلى حسب التركيبة الكيميائية أو مدى الخطورة. وبما إني جبت سيرة الخطورة، فإحنا كلنا عارفين مدى خطورة المخدرات، وإن إدمانها هي واحدة من أسوأ الحاجات اللي ممكن أي إنسان يعملها في نفسه. بس السؤال هنا، ليه رغم وعي البشر بإن تعاطي المواد دي خطيرة برضو بنلاقي ناس بتدمنها؟ بما إنك جبت آلة زمن، فخلينا نشغلها عشان نرجع لورا شوية كتير، يعني حبتين، مش كتير قوي، يعني حوالي 3500 سنة قبل الميلاد بس. طبعا اكيد عشان انت زمانك مفرهد من السفر، فانا هختصر لك الموضوع على الاخر، وهقول لك ان السومريين كانوا اول حضارة توثق استخدام نبات الخشخاش او الافيون ضمن تطور الزراعة، وكانوا بيستخدموه في الطقوس الدينية عشان كانوا بيربطوا تأثيره بالآلهة، وده غير طبعا تسكين الآلام وتهدئة المرضى، وخصوصا الآلام الناتجة عن الولادة. وأطلقوا عليه اسم نبات السعادة لأنه ببساطة بيجلب السعادة للي بياخده عشان بيسكن له الألم. ودي كانت أول علاقة موثقة بين الإنسان والمخدرات، وأول خطوة في الطب البدائي. بعد كده جت مصر سنة 2000 قبل الميلاد تقريبا، كانوا برضو بيستخدموا الأفيون والنباتات المخدرة لتسكين الآلام وتهدئة الأطفال، واتكتب الأفيون وقتها في بردية إبرس الطبية، وكانوا أول ناس تحط جرعات معينة لاستخدام الأفيون. وبعدين تيجي الصين واللي استخدموا الحشيش كمخدر جراحي بدائي. طلع دكتور صيني في القرن الثاني الميلادي اسمه هو تو، استخدم أكثر من مادة مخدرة وخلطهم سوا عشان يعمل مخدر طبي يستخدم في العمليات الجراحية. وبعدين تيجي الهند القديمة لما استخدموا الحشيش في الطقوس الدينية والعلاجات، لما استخدموا الحشيش في الطقوس الدينية والعلاجات الطبية، وكمان اتذكر في الكتب الطبية الهندية. تيجي وراهم الحضارة اليونانية والرومانية، لما وقتها توسع الفتوحات والتجارة سهل انتقال النباتات المخدرة، وساعتها الفلاسفة والأطباء درسوا تأثير المواد دي بدل الاكتفاء بالطقوس الدينية أو الاعتقاد بأنها مواد ملعونة، زي أبوقراط لما اعتبر الأفيون دواء لتخفيف الألم، وجاليليوس لما درس تأثير الأفيون ووصفه في علاجات متعددة، واستخدموه في الجراحات وفي الحروب لعلاج الجنود وتخفيف الآلام عنهم. ووقتها بدأ إدراك مخاطر الإفراط في استخدام الأفيون من غير قوانين، وكان السبب في التطورات دي هو انتقال الثقافة والعلم بين الحضارات. وبعدها جت الحضارة الإسلامية ما بين القرن الثامن وال13 ميلاديا، لما ازدهرت حركة الترجمة والبحث العلمي، فبالتالي ازدهر علم الطب والصيدلة، عملت مستشفيات وصيدليات واستخدموا الأفيون بجرعات دقيقة. لكن برضو الحشيش انتشر في بعض المدن بسبب الفقر، طلعت فتاوى حرمت الاستخدام الغير طبي للمخدرات. وذكر ابن سينا الأفيون في كتاب القانون في الطب، وحذر من الإفراط في استخدامه. وكمان الرازي لما فرق بين الاستخدام العلاجي والضار. وقتها كانت دايما في محاولات لضبط استخدام المواد المخدرة أخلاقيا. وبعد كده جت العصور الوسطى الأوروبية، هنا بقى تراجع الطب حب بعد سقوط روما، وانتشرت الأوبئة وزادت الحروب. طبعا الناس كانت بتدور على أي وسيلة لتخفيف الآلام والمعاناة اللي كانوا فيها، فبدأت الناس تستخدم الأفيون من غير نظام أو ضوابط. وارتبطت بعض المخدرات بالشعوذة، طبعا بسبب الجهل وانهيار الطب. جه بقى القرن ال18 وال19 وطلعت الثورة الصناعية والعلمية. هنا تقدم علم الكيمياء عمل نقطة تحول،
وده ادى لعزل المواد المخدره القويه. وساعتها فريدريك سيرتونر عزل المورفين من الافيون وبقى يستخدم في العمليات الجراحيه، واكتشف الكوكايين من اوراق الكوكا. لكن الاستعمار البريطاني فرض تجاره الافيون على الصين، وتحولت المخدرات لاداه استعماريه واقتصاديه واللي بنسميها حروب الافيون. وقام داخل علينا القرن العشرين. بدايه البهدله بقى بجد من هنا. وقتها قامت الحرب العالميه الاولى والثانيه، وده زود الطلب على المسكنات والمنشطات عشان الجنود، فبدا تصنيع مخدرات قويه زي الهيروين والامفيتامينات. فطبعا ايه اللي هيحصل؟ مثلا الادمان انتشر سواء بين الجنود او المدنيين، وده سبب ظهور العصابات والتجاره الغير مشروعه للمخدرات. فتاسست قوانين واتفاقيات دوليه لمكافحه المخدرات. بعد ما نشروها بيكافحوها بقى، كان لازمهم ايه من الاول؟ طبعا كانوا بيحاولوا يصلحوا غلطتهم. بس الكيميائي السويسري ألبرت هوفمان بالصدفه اكتشف مخدر ال LSD سنه 1938، وده طور من علم النفس والادمان. واخيرا القرن ال21، قرننا العزيز اللي هيودينا ورا الشمس، عشان هنا بدأ تصنيع مخدرات كيميائيه خطيره جدا، وشبكات التهريب ما بقاش في اكتر منها، خصوصا مع وجود الانترنت ومع وجود الديب ويب والدارك ويب. فالادمان زاد خصوصا للمواد الافيونيه. ولكن برضو زاد التركيز على استخدام المواد المخدرة في العلاجات والصحة النفسية والوقاية بدل العقاب، وده يعني ألخص ملخص انت ممكن تلخصه في تلخيصات حياتك كلها. كفاية بقى سفر وبهدلة بقى، خلينا نخش شوية في مخ الإنسان اللي بيتكون من مليارات الخلايا العصبية اللي متنظمة في دوائر وشبكات. المهم كل خلية عصبية بتشتغل كأنها سيكيورتي بيتحكم في تدفق المعلومات. فتقوم الخلية العصبية متصلة باختها الخلية العصبية التانية وتقول لها حول معايا إشارة هبعتها لك، فاختها التانية لما تتأكد انها إشارة كافية تقول لها حول هاتي الإشارة، وتقوم متصلة باختها التالتة تقول لها حول جبتلك إشارة، وهكذا دواليك. والشبكات والدوائر دي موجودة في كل مكان في المخ، كل واحدة مسؤولة عن وظيفة معينة، وكل الخلايا العصبية بتبعت إشارات رايح جاي بينها وبين أجزاء الجسم والمخ. وعشان تبعت إشارة بتطلق الخلية ناقل عصبي عامل كأنه مندوب بيمشي في المشبك العصبي اللي هو الفجوة اللي بين كل خلية عصبية والتانية، وبيفضل يمشي 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 لحد ما يوصل للخلية العصبية التانية. المهم أول ما المندوب يوصل ويحلف إنه لازم يعمل الواجب، تقوم الخلية المستقبلة قايله طب حلفان على حلفانك ما أنت مروح من غير ما نوصلك، ونعمل إحنا كمان معاك الواجب. وتقوم قايله للنواقل العصبية بتاعتها إنها توصل أو ترجع الناقل العصبي تاني للخلية اللي بعتته، وده بيحدد من الإشارة بين الخلايا العصبية أو يوقفها تماما. حلو أوي، كلام جميل ومفيد. إيه علاقة ده بقى بموضوع الحلقة؟ هقول لك يا أيها المشاهد إن المخدرات بتقتحم الدوريات السرية دي وتشقلبها. عندنا في مخنا في حاجة اسمها نظام المكافأة Brain Reward System، عبارة عن شبكة معقدة بتشمل منطقة السقيفية البطنية والنواة المتكئة. مهمتها إنها بتعزز سلوكيات البقاء زي الأكل والتواصل الاجتماعي والتكاثر عن طريق إفراز الدوبامين في النواة المتكئة، وده بقى اللي بيسبب المتعة. يعني من الآخر هي بتحفزك بشكل لا واعي إنك تعمل الحاجات العادية زي الأكل عشان ما تتكاسلش وتفضل عايش. أي حاجة أنت بتحب تمارسها في حياتك بتفرز لك دوبامين بيمشي في المسار ده اللي هو النواة المتكئة. حلوة قوي، لسه ما فهمتش إيه علاقة ده بالمخدرات؟ أقولك والله لا أقولك. لما بتمارس حاجة ممتعة الدوبامين بيطلع من VTA اللي هي منطقة السقيفية البطنية للجهاز الحوفي والقشرة الجبهية، وعشان الدوبامين يطلع للمناطق دي لازم ياخد مواصلات. المواصلات دي اللي هي الخلايا العصبية بتنقله وتحدفه في الفراغ اللي بين كل خلية عصبية والتانية، ويقوم يعني محشور شوية في مستقبلات الدوبامين في الخلية المستقبلة، وده بيسبب الشعور بالسعادة. بعد كده يقوم الدوبامين راجع تاني من الخلية المستقبلة للخلية اللي بعتته عن طريق بروتين مخصص ليه اسمه ناقل الدوبامين. لما شخص بيتعاطى مخدر معين زي الهيروين او الكحول او النيكوتين، ده بيخلي الدوبامين ينتج بكميات كبيرة، ومش بس كده ده كمان بيحبسها في الفراغ اللي بين كل خلية عصبية والتانية وبيمنعها انها ترجع للخلية اللي اطلقته، فيفضل الدوبامين عايم في النص لفترات طويلة اكتر من الطبيعي. الانسان بطبيعته كائن متكيف، فبعد فترة من تعاطي نفس الجرعة من المخدر بدون توقف بدون اخذ استراحة، الدماغ هيتكيف مع وجوده وهيتكيف مع نسبة الدوبامين الجديدة اللي بقى دايما يكافئ بيها، وده هيخلي الجرعة دي بعد فترة عديمة التأثير. فايه اللي هيحصل؟ المخ هيطلب جرعة زيادة عشان تدي نفس التأثير تاني، وبعدين يتكيف تاني
فيطلب زيادة اكتر، وهكذا وهكذا لحد ما المتعاطي يدمن. وساعتها ببساطة المخ خلاص هيكون عارف المكان اللي يقدر ياخد منه دوبامين بأي كمية يحبها وفي أي وقت، من غير ما يبقى فيه شرط معين، من غير ما يبقى محتاج ان هو يمارس حاجة معينة عشان ياخد الدوبامين ده، فيتجاهل كل حاجة تانية كانت بتديله دوبامين طبيعي عشان ما بقتش كافية. وتبقى حياة المتعاطي كلها متمحورة حوالين المخدر ده اللي بقى المصدر الأساسي للتعاسة المتنكرة في قناع السعادة. عشان كده دايما بنشوف المدمن شخص منعزل، شخصيته ضعيفة ومهزوز وهزيل الجسم وعنده مشاكل صحية كتير، لأن خلاص العادات الأساسية في حياة الإنسان اللي بتدينا دوبامين طبيعي أصبحت عادة القيمة. طبعا ده بيعلي من نسبة ارتكاب الشخص للجرائم، لأن تكاليف المخدرات عالية وبتزيد كل شوية، والمدمن كل شوية هيعوز يعلي الدوز. ده ممكن يخليه يسرق أو يقتل عشان يوصل لهدفه، ويتحول لشخص همجي وعصبي من شدة احتياجه للدوبامين وتأثر اللوزة الدماغية المسؤولة عن المشاعر من المخدر. كل مخدر له نسبة خطورة ونسبة معينة في التأثير على كمية الدوبامين اللي هينتجها، وبناء على ده بتتحدد شدة أعراض الانسحاب واحتمالية الإدمان. لسه ما جاوبتش على سؤال ليه بعض الناس تتعاطى. الحقيقة في أسباب كتير، ممكن يبقى عشان الرغبة في الشعور بالنشوة أو التخلص من المشاعر السيئة، أو بهدف تحسين الأداء الدراسي أو المهني زي إدمان الكافيين، أو بدافع الفضول ودي حاجة شائعة عند المراهقين. ممكن يبقى بسبب مشاكل أسرية زي مثلا بيت مفكك أو خناق ومشاكل كتير، أو إن حد من الوالدين أصلا بيتعاطى، أو مشاكل الصحة النفسية اللي ما تعالجتش زي القلق أو الاكتئاب. ممكن يلجأوا أصحابها للمخدرات أو المهدئات عشان تحسن من حالتهم. في برضو سمات في الشخصية ممكن تؤدي للإدمان زي فرط الحركة، كتر الكذب، قلة الصبر، صعوبة في ضبط النفس، الاندفاعية، العصبية، السلوكيات الوسواسية. وفي أسباب وراثية، يعني مثلا في جينات معينة بتزود من خطر إدمان النيكوتين من خلال جعل مستقبلات معينة حساسة أكتر للنيكوتين والانسحاب منه صعب. في نفس الوقت ممكن بعض الجينات تخلي الشخص أكثر مقاومة لاضطرابات تعاطي المخدرات، زي مثلا الجينات اللي بتبطئ عملية تكسير الكحول، ده بيديهم تجربة مش ظريفة في الشرب فبيبعدوا عنه. بس برضه ده مش معناه ان من الضروري اصحاب الصفات دي انهم يدمنوا. وبتبدأ مرحلة الادمان بعلامات زي الرغبة في ان الشخص يكون عايز اكتر بشكل مستمر، وعدم القدرة على التوقف، بحيث ان الشخص ده واحدة واحدة يبدأ يفقد السيطرة، سواء كان على رغباته اللي بتحجب افكاره او تصرفاته، وفقدان الاهتمام بالهوايات والممارسات العادية واليومية وحتى الناس، لان الحاجات دي هتبطل تجذبهم زي الاول، واصبح الادمان هو المسيطر، واهمال المسؤوليات وتقليص الانشطة الاجتماعية او الترفيهية بسبب سلوك التعاطي. كل دي علامات تدريجية بتدل على ان الشخص ده داخل في مرحلة الادمان ومحتاج مساعدة. بس برضه يا مشاهد، الادمان مش مخدرات وكحول بس، الادمان ليه اشكال كتيره وخبيثه ساعات بنقع فيها من غير ما نحس، زي ادمان الكافيين. الاغلبيه العظمى من المراهقين في الفتره دي مثلا بيشربوا مشروبات طاقه تقريبا طول الوقت، والمشروبات دي في اغلب الاحيان لو ما تمش تنظيم وتقليل استهلاكها ممكن تؤدي للادمان، عشان برضه نفس القصه. بعد فتره الجسم هيتاقلم مع نسبه الكافيين الجديده المستمره فيه، وهيكون عايز يعلي الدوز عشان يدي نفس النتيجه. او ادمان الاكل، اول ما الواحد يحس انه متضايق يروح ضارب له حلتين محشي ولا يطلب اوردر من بره. بعد فتره السلوك ده بيتحول عاده، والعاده بتتحول ادمان. او ادمان التدخين، اعلى نسبه ادمان في العالم. او ادمان الكحول، تاني اعلى نسبه ادمان في العالم. او ادمان الشراء، زي واحد كل ما يحس انه زهقان يروح يجري يشتري حاجات مالهاش لازمه. او ادمان السكرولينج، مين دلوقتي مش بيسكرول؟ 3/4 الكوكب دلوقتي اول ما يحس انه زعلان او مفرهد او تعبان يقوم على طول فاتح التيك توك، فاتح الفيسبوك، فاتح الانستجرام، من غير ما يدوا فرصة لدماغهم انه يرتاح ويسترخي، عشان بيكونوا محتاجين ان هم يشتتوا افكارهم السلبية. وده بيسبب ايه؟ ادمان، لانه برضو بيرفع الدوبامين، وكل مرة المخ هيكون عايز اكتر هتسكرول اكتر ودماغك هيتعفن اكتر. هنا بقى نفهم حكمة ربنا من كون كل شيء له مقدار معين، لو خرج عنه هيحصل اضطراب في التوازن، ممكن نبقى احنا شخصيا مش قد. وده بيبين قد ايه البشر كائنات مغرورة وجشعة، وان اهم مبادئ الانسان السوي هو الاعتدال. الادمان مش
مش دايما مادة مخدرة وبس. الإدمان هو تعلق قهري بحاجة بتدينا إحساس سريع بالراحة أو السعادة، وبعدين تتحول لحاجة بنجري وراها حتى لو بتأذينا. وزي ما اتكلمنا، في إدمان مواد مخدرة وفي إدمان سلوك. المادة بتدخل الجسم لكن السلوك بيدخل الدماغ، والاتنين بيشتركوا في حاجة واحدة، الدوبامين، هرمون السعادة، أهم هرمون وأسوأ هرمون. الموضوع مش جهل قد ما هو هروب من وجع، ضغط، فراغ، أو إحساس بعدم القيمة. بيئة بتطبع الغلط وبتسهله، صحبة، بيت، شغل، مجتمع، راحة سريعة بدل تعب طويل. المخ يحب الحل السهل، تعود تعود مرة ورا مرة. الدماغ يطلب جرعة أعلى. الإدمان مسكن مش علاج. الريل اللي هتفرج عليه دقيقة بقى ساعة، وبقى عادة، بقى هروب. القهوة اللي هتفوقني بقت ضرورة عشان أعرف أشتغل. أي حاجة تريحك بسرعة تطلبها أكتر. تتضايق لما تغيب تتحول لإدمان، يعني دخلت دايرة الخطر. والحل، اعرف انت بتهرب من ايه، مش انا مدمن ايه، لكن انا محتاج ايه وبغطي احتياجي بايه. متحاربش العادة، بدلها. قلل بالتدريج مش بالقطع. المخ يكره الحرمان المفاجئ لكن بيقبل التقليل الذكي. اعمل حدود واضحة، وقت محدد، كمية محددة، مكان محدد. اي حاجة من غير حدود قابلية للإدمان. طبعا ده بالنسبة للعادات السلوكية، مش إدمان المواد المخدرة. املى حياتك مش تفضيها، ملاها كده. الفراغ جلاب للإدمان. الحياة المليانة ما فيهاش وقت ليه. اطلب المساعدة بدري، الكلام بدري وقاية، والتأجيل كل مادة بيبعدك عن باب الخروج. الإدمان مش وصمة عار مش هتقدر تتخلص منها ومحتاج تداريها لأنها عيب. العيب إننا نسيبه يقود حياتنا. الإدمان مش حاجة إحنا اللي بنختارها. الإدمان هو رد فعل متخفي من الجسم بيحاول يحذرك بطريقة معينة إن في مشكلة ولازم تلحقها. السلوكيات الإدمانية متعددة الأشكال والأنواع. ناس كتير جدا حوالينا بيبانوا ناس عادية جدا، لكن في الواقع هم مدمنين خفيين، وانت ممكن تكون واحد منهم. تجاهل المشاكل النفسية تحت حجة يا عم النفسية دي بتاعت الفرافير عمرها ما كانت قوة. القوة والشجاعة الحقيقية بتكمن دايما في كونك واعي ان عندك مشكلة ولازم تتحل. طول ما فيك نفس وطول ما النهاردة موجود، طول ما في فرصة ولسه الأوان ما فاتش. واخيرا وليس اخيرا وصلنا الى اخر الحلقة، وفي النهاية احب اقول الى اللقاء في الحلقة القادمة.